عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، عارفه ان انا غايبه عنكم ومقصره، سامحوني. بس ان شاء الله هنرجع وبقوه. وطبعا كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الشهر الكريم، ربنا يعيده علينا كلنا جميعا بألف خير يا رب. جايين النهارده بفيديو جديد. فيديو انا واثقه ان انتوا هتحبوه. فيديوهات الروايح الجميله زي ما بيقولوا. جايين نعمل ريفيو لاحدث بارفين نزل من برفانات ايفون. برفان بيور بلانكا هوب. ده احدث برفان نزل من عيلة بيور بلانكا. بس طبعا فضلا وليس امرا، كل اللي مشرفنا ومنورنا ما ينساش يضغطوا على زرار اللايك يا بنات علشان الفيديو يتشير ويوصل لاكبر عدد من البنات. كمان نضغط على زرار الاشتراك ونفعل زر الجرس عشان نختار الكل ويوصل لنا كل الاشعارات اول ما ننزل. يلا كده نبدا مع بعض ونشوف مع بعض البرفان الجديد. البرفان اهو يا بنات، بيور بلانكا هوب نازل معانا اهو. الحجم بتاعه 50 ملي كعادة البرفانات اللي احنا متعودين عليها. بيجي عليه كمان اللوجو بتاع التصدير، هتلاقي كمان ان هو بلد المنشأ بولندا، يعني هو مستورد. لو لاحظتوا البرفان جاي مش متسلفن، عادي جدا، لان في مجموعة من البرفانات في ايفون بتيجي مش متسلفنة زي بيور بلانك العاديه اللي هي الاصدار الاوريجينال. هتلاقي كمان عندك الباشون دانس، هتلاقي عندك سليبر فريش، وهتلاقي عندك الانكنديسانس. ففي مجموعه من البرفانات زي كمان البرسيف الرجالي، انا دوت اللي انا متذكراهم دلوقتي. فهتلاقوا مجموعه من البرفانات اللي بتنزل اوريدي مش متسلفنه، تمام. فهو دوت جاي مش متسلفن. طب تعالوا بقى نفتحه مع بعض ونشوف. اهو يا بنات، ده شكل الازازه. الباكج هو نفس الشكل الاوريجينال على فكره، بالظبط هي بس الاختلاف بالظبط في اللوجو اللي هنا. هتلاقي اللوجو اللي هنا مدي على منت جرين شويه او على اخضر، وهتلاقي عليه رسمه زهور، والزهور دي هي زهور الميموزا اللي هي النوتة الاساسيه اصلا اللي البرفان كله قايم عليها. طبعا انا هتكلم معاكم على مكونات العطر، وهتكلم معاكم على كل حاجه، بس انا بوريكم الفروقات، وهسيب لكم برضو صوره البرفان الاوريجينال للناس اللي مش عارفاها. هتلاقي ان الاتنين كوبي بيست في الديزاين، بس زي ما قلت لكم الاختلاف ان بيور بلانكا الاوريجينال الاساسيه هتلاقيها بلون ابيض، وهنا هتلاقيها بلون اخضر اللي هي البيور بلانكا الهوب. طيب البيور بلانكا الهوب تعالوا نرشه مع بعض. طبعا انا عارفاه ويعني واصل لي، بس ايه، نبدا نرشه تاني ونستعيد مع بعض الريحه. حلوه حلوه، مش قادره اقول لكم على جمالها، حلوه جدا ورائعه. طيب تعالوا نتكلم على مكونات البرفيوم دي. طيب البرفان ده مصنف ان هو برفان زهري فاكهي، يعني في مجموعه من الزهور. طبعا زي ما قلت لكم العطر المسيطر المهيمن هي زهره الميموزا، وهحاول احط لكم كمان شكل الزهره دي علشان تبقوا انتوا عارفينها. طيب وكمان فاكهه. طيب انا شميت ايه؟ انا شميت ريحه الزهور بصراحه. زهور الميموزا هنا يعني مهيمنه بطريقه فظيعه. مش حاسه بريحه فواكه على فكره، يعني تحسيها من بعيد وما تميزيش حتى نوع الفاكهه ايه. يعني لا، هي زهره الميموزا هي ايه المهيمنه. حلوه حلوه قوي. حاسه ان زهور الميموزا هنا موظفينها بشكل حلو. طب تعالي نشوف ايه المكونات بتاعه البرفيوم. طيب اول حاجه مقدمه العطر زهور وفواكه، تمام. طيب قلب العطر، اولا مقدمه العطر دي ان انت اول ما ترش البرفان بتشمي ايه؟ بتشمي زهور وفواكه، بس انا قلت لكم انا ما شميتش غير الزهور. طيب ايه هو قلب العطر؟ اللي هو بعد شويه كده لما البرفان ياخد ويدي والريحه تطير شويه كده ويبدا يهدى ويثبت، بتشمي ايه؟ بتشمي زهور الميموزا. عايزه اقول لكم ان هي زهور الميموزا باينه جدا جدا من اول اصلا ما بترشي. طيب بعد بقى ما البرفان بيهدى خالص وبيتفاعل مع ريحه الجسم وبياخد وبيدي بعد ساعتين كده، قاعده العطر اللي هي اخر حاجه المسك. والمسك اللي هنا هو مسك كريمي،
فتحسي ان المسك قالب على ريحه باودري شويه. تحسي قالب على ريحه باودري ايه، شويه. طيب الشركه وهي بتروج للبارفان ده بتروج عليه ان هو برائحه العسل والمسك الكريمي والميموزا. طيب اولا ريحه العسل دي يعني نستنبط منها ان في ريحه حاجه مسكره. طب هل البرفان شجري؟ لا، البرفان مش شجري اطلاقا. هو فعلا في ريحه تسكيره بس خفيفه جايه من بعيد، فمديه تاتش حلو قوي، مديه هنت حلوه قوي. البرفان كيوت قوي، لذيذ قوي، رقيق قوي. وزي ما قلت لكم مش من البرفانات الشجري اللي تصدعك. انا واحدة من الناس ذوقي البرفانات الشجري الصرف البحتة فعلا بتسبب لي صداع، مع ان هي اذواق وفي ناس كتيرة قوي 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 بتحبها، بس انا مش من نوعية الناس دي. انا احب تكون في هنت مسكر بس يبقى جاية من بعيد قوي قوي. وفعلا هو ريحة العسل هنا جاية من بعيد قوي. المسك ملوش شخصية قوية. ما اقدرش اقول ان المسك هنا ليه شخصيه قويه زي بيور بلانكا الاوريجينال. بيور بلانكا الاوريجينال المسك فيها قوي وليه شخصيه، والناس اللي بتحب المسك تقدر تميز المسك. لكن بما ان المسك هنا كريمي، فهو بيبقى حاجه لايت، حاجه سوفت، حاجه خفيفه قوي قوي قوي، حاجه على باودري قوي قوي قوي، فما بتحسيهاش قوي. زي ما قلت لكم انا البارفان ده بالنسبه لي هو ظهور الميموزا، مسيطرة بشكل قوي جدا. طيب البرفان ده تحسي ان هو كوكتيل ظهور. تحسي ان انتي هو انسب برفان فعلا للوقت اللي احنا فيه، اللي احنا داخلين على الربيع. فالربيع طبعا ورد وزهور، فهو انسب اختيار ليه. فريش، انا بحبه فريش جدا. تحسيه مناسب قوي 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 للصبح، فتره ان احنا نصحى الصبح نغير مودنا، ناخد الشاور اللطيف بتاعنا، نحط البرفيوم دي. فهو بالنسبه لي انا احبه في الصيف، في الربيع، احبه الصبح. لكن ما ينفعنيش بالليل. بالليل بيبقى محتاج انواع برفانات تانية. اصحاب الناس او الشخصيات اللي بتحب البرفانات الكيوت، الهاديه، السوفت، الرقيقه، هتحبه جدا جدا. مختلف شويه عن بيور بلانكا الاوريجينال. بيور بلانكا الاوريجينال اللي عارفها الزهور اللي فيها زهور بيضة. عارفين انتوا الحاجات الفريش قوي قوي والزهور البيضة قوي قوي بيبقى ليها ريحة مختلفة. لا، هنا زهور الميموزة مختلفة شوية، لا شوية ايه، لا شوية كتير عن الاوريجينال. ففي شوية اختلاف. بالنسبة للثبات بتاعه، لا ثباته حلو جدا. بالرغم نسيت اقول لكم ان هو اودو تويلت. عايزه اوريهوكوا اهو، بس يا رب يكون ظاهر لكم. هو البارفان ده اودو تويلت زيه بالظبط زي بيور بلانكا. فمعروف ان البارفانات الاودو تويلت بيكون ثباتها خفيف، بس سبحان الله البيور بلانكا الاوريجينال والبيور بلانكا الهوب الاثنين ثباتهم رائع فوق الممتاز. من 6 ل7 ساعات بتشمي ريحه قويه، ريحه ثابته. في كمان حاجه حلوه قوي، مش من البارفانات اللي ريحتها فجه او ريحتها فزه زي مثلا عندنا الفراويل الاوريجينال. ده الفراويل الاوريجينال ريحتها صارخه، يعني اصحاب الشخصيات القويه اللي كانوا بيحبوا الفراويل الاوريجينال لان الريحه فيها صارخه بصراحه. مش معنى الكلام ان دي ريحتها مش باينه، لا هي ريحتها باينه بس ليكي، يعني انت اللي تبقي اللي حاطه يبقى شمه وشامم ان ريحته حلوه وريحته جميله وهو ثابت على الجسم. بصراحه بيقعد من 6 ل7 ساعات، ف6 7 ساعات واضح وصريح بنفس قوه الثبات، فده حاجه حلوه جدا جدا. وبعد كده بقى بيبدا يهدى وبيبدا يتلاشى. فبالرغم ان هو اودو تويلت الا ان هو ثباته عجبني، ريحته حلوه جدا. تجربتي معاه كانت فوق الممتازه. هتجربه تاني، هجربه تاني لان هو بصراحه حلو جدا. ما ندمتش على اي جنيه انا دفعته فيه. كل جنيه دفعته فيه بصراحه اتحط في مكانه ومناسب زي ما قلت لكم للفتره الجايه. يا رب يكون الريفيو كان بسيط وخفيف، لان بصراحه البرفان مش مستحمل كلام اكتر من كده. انا قلت لك النوتة العطريه بتاعته، قلت لك مكوناته، حاولت اقول لك ريحته واصله لفين. حاولت كمان الناس اللي عارفين الاصدار الاوريجينال اللي هو البيور بلانكا اقول لك هو زيه ولا مش زيه. حاولت اساعدك في اختياراتك لو انت حابه تجربيه. انا لغايه هنا طبعا وصلت لاخر الفيديو. ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش طبعا عليا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. عايزين نرفع التفاعل يا بنات، لان انتوا عارفين انا بقالي كتير قوي قوي
غايبة على القناة، فطبعا القناة وقعت، فمعلش فضلا وليس امرا كل اللي بيحبني يدوس على زرار اللايك ويشير في اكبر قدر علشان الفيديو يترفع والقناة ترجع تاني وانا ارجع اتفاعل معاكم تاني. وسايبالكم كل اللينكات بتاعتي في صندوق الوصف، اللي حابب يتواصل معايا او يشتري البرفان او يسأل اي سؤال هتلاقي اللينكات بتاعت الانستجرام، وهتلاقي اللينكات كمان بتاعت الفيسبوك. واي حد حابب اي سؤال او اي ريفيو عن اي منتج يسيبها لي طبعا في التعليقات. ولو في بنات جربت البرفان ده يا ريت تسيب لي تجربتها وتقول لي متفقه معايا في الراي او لا. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.